يا أهلا بفيلموية. بيبدأ فيلمنا النهاردة مع زوجين قاعدين مع شخص وبيتكلموا عن حياتهم قبل الطلاق. بعدين بيبدأوا إنهم يحكوا إزاي اتقابلوا. جون بيكون قاعد في فندق وبيسمع صوت ضرب نار، فبيبص وراه بيلاقي عساكر داخلين بسلاح. بيقول له الشخص المسؤول إنهم بيدوروا على سائحين قاعدين لوحدهم. جون بيخاف وبيبدأ يحط إيده على سلاحه. بعدها العسكري بيسأله أنت لوحدك؟ ما بيردش عليه جون وبيفضل ساكت. بعدها جيم بتدخل الفندق فبياخد باله منها جون. بيبصوا لبعض وبيفهموا بعض من نظراتهم وبيعرفوا إن كل واحد فيهم لوحده، فبيقرروا إنهم يبقوا مع بعض، وهنا بتبدأ علاقتهم. فبيدخلوا أوضة في الفندق لوحدهم علشان العساكر ما تشكش فيهم، وبيتعرفوا على بعض. بعدين بيقرروا يسهروا سوا، فبيروحوا على بار في الفندق وبيشربوا وبيفضلوا يشربوا لحد ما بيسكروا، فبيعملوا علاقة مع بعض. جيم بتصحى من النوم ما بتلاقيش جون، فبتقلق. جون بيدخل عليها الأوضة وهي في إيده الفطار، فبتضحك جين وبتكون مفتكراه سابها ومشي. بعدين بيخرجوا يتمشوا سوا، فبيوصلوا عند ناس بتضرب ببندقيات الصيد، فبيقرروا إنهم يضربوا نار. وجين بتبدأ تضرب وما بتصيبش ولا علامة. بعدها جون بيبدأ يضرب فبيصيب كل العلامات، فبتستغرب جين. جون بيقول لها إنه حظ مبتدئين. بعدين جين بتتحمس فبتطلب من جون إنها تضرب تاني، فبتضرب جين كل العلامات. بيستغرب جون فبتقول له حظ مبتدئين، فبيضحك. بعد كده بيروح جون يلعب مصارعة، فبيكلم واحد صاحبه على جين وإنه عايز يتجوزها، فبينصحه صاحبه بإنه لسه مش متأكد من مشاعره ناحيتها علشان يتجوزها بسرعة. فبيقول له جون إنه هيتجوز خلاص. جين بتروح تتسلق جبال مع واحدة صاحبتها، وبتبدأ تحكي هي كمان لصاحبتها عن جون، فبتقول لها إنها لسه مش متأكدة من مشاعرها علشان توافق على الجواز. جين بتقول لها إنها خلاص هتتجوزوا، فبيتجوزوا وبينتقلوا يعيشوا سوا. جين بتكون بتحضر الفطار. جون بيقول لها إنهم محتاجين يغيروا فلاتر المية، فبتقول له إيه رأيك في دكتور ديكستر؟ وبيعدي جون السؤال بإجابة تانية. جين بتقول له أسئلته كتير، فبيقول لها إن مكتبه بعيد. وبعدين بيتفقوا إنهم يروحوا الساعة 4. بيكون دكتور ديكستر ده محلل علاقات. جين بتقول له العشاء الساعة 7. جون بيقول لها إنه هيكون موجود في الميعاد. بيجي الليل وبيكون راجع من الشغل جون، وبتكون الدنيا بتمطر جامد، فبيدخل جون العربية في الجراج وبيبدأ يبص على هدومه علشان يعدلها. فبيلبس دبلته لأنه بيكون خالعها، وبيلاقي على الياقة القميص بقع الدم. جين بتكون بتحضر العشاء، فبتقول له إنها جابت ستاير جديدة وبتفرجوا عليها. جون بيقول لها لونها مش لايق على أوضة المكتب، فبترد عليه جين إنهم محتاجين يغيروا الأوضة علشان تليق على الستارة. جون بيقول لها طب ما نغير الستارة أحسن، فبتقول له أنا دخلت في صراع مع واحد النهاردة علشان أخدها. بعدها بيطلع جون يظبط الحديقة. جين بتكون بتعلق الستاير وبتكون واقفة على كرسي على رجل واحدة. أول ما بيدخل جون بتعدل الكرسي بالراحة علشان ما يشوفهاش، فما بياخدش باله وبيدخل يغير هدومه. بعدها بيرجع جون وهو قاعد مع الدكتور، وبيكون قاعد معاه لوحده. فبيسأله الدكتور انت جيت ليه لوحدك؟ بيقول له في الأول وفي الآخر هي مراتي، وأنا حابب إنها تكون سعيدة. بعدين بيبدأ يكمل حكي عن حياتهم. فبييجوا يناموا في ليلة، وبتكون جين بتقرا في المجلة. بيطلب منها جون إنها تطفي النور، فبتقول له 5 دقايق. جين بتقول إن حياتنا مملة وإن بينا فراغ كبير وما بنقولش كل حاجة لبعضنا. فبيسألها الدكتور إيه اللي ما بتقولهوش. بتكمل جين حكي، وبيكونوا قاعدين يتعشوا سوا، وجون بيطلب منها الملح، فبتقول له إنه في نص الترابيزة. وبتقول للدكتور إنها صريحة مع جون وإنها مش محتاجة تكذب عليه، كل واحد منهم ليه حياته وأسراره الخاصة. بعدين جون بيكون قاعد قدام التلفزيون، وجين بتكون واقفة في أوضة بتشتغل على التلفزيون. فبيبص لها جون من بعيد، وبتلبس جين علشان تخرج علشان جالها تليفون من الشغل إنها لازم تحضر. فبيقول لها جون ابقي اتصلي علشان اطمن عليكي. وبتخرج جين بالعربية، فبيلبس جون هو كمان وبيخرج. جون بيكون راكب تاكسي وبيشرب خمرة. جين بتنزل من العربية وبتدخل فندق، فبيفتش شنطتها واحد من الأمن، وبيلاقي في شنطتها كلبشات. فبيقول لها الطيارة هتتحرك كمان ساعة. جين بتقول له هخلص بسرعة. بتكون جين داخلة أوضة علشان تعمل علاقة مع واحد. جون بيدخل كازينو علشان يسكر، فبيفضل يدور على حمام، وبيدخل أوضة فبيلاقي ناس قاعدين بيلعبوا قمار، فبيعرض عليهم إنه يلعب معاهم قمار، وبيطلع فلوس علشان يخليهم يوافقوا، فبيوافقوا وبيلعب معاهم. جين بتبقى في أوضة الفندق، فبيخرج راجل من الحمام وبيطلب منها تخلع هدومها. جون بيكون مندمج في لعب القمار وبيكسب مرة وبيخسر مرة، فبيدخل عليهم واحد وبيطلبوا من جون إنه يخرج، وإن صاحبهم جه علشان ياخد مكانه. فصاحبهم بيسأل جون انت مين؟ قال له انا جون وانت الشغل. وبيضرب عليهم نار، فبيقتلوا وبيقتلهم كلهم وبيمشي. جين بتربط الراجل بالكلبشات وبتفضل تضرب فيه بالخرزانة. بعدين بتقتله، فبيسمع رجالته صوت حاجة بتقع، فبيدخلوا يبصوا يلاقوه مات. وبتنط جين من البلكونة وبتهرب منهم، فبتركب تاكسي وبتروح. جين بتدخل البيت تغير، فبيدخل وراها جون.
جين ما بتكونش مفكرة خرج. جون بيقول لها إنه طلع يلعب قمار علشان كان زهقان. بعدين بيديها الجاكيت بتاعها وبيروحوا على حفلة للجيران، فبيطلب جون خمرة. جين بتقعد مع الستات فبتطلب منها واحدة تشيل ابنها الرضيع. جين بتقول لها إنها ما تعرفش تشيله بس بتضطر تشيله بعدها. وبيروحوا البيت فبيقول لها جون إن شكلها كان حلو النهاردة فبتشكره. وبينزل جون مخزن بيكون فيه أسلحة كتير، فبيملى شنطة كبيرة أسلحة وقنابل. وبتصحى جين وبتدخل المطبخ وبتفتح الفرن بيكون جواه أسلحة كتير، فبتاخد منه أسلحة وبتغير هدومها وبتنزل. جون بيروح لمكان شغله وبيكون صاحبه إيدي هناك. جون وإيدي شغالين يقتلوا في ناس معينة مقابل الفلوس. بيكون مطلوب منه إنه يقتل تاجر مخدرات والراجل ده مقبوض عليه، ما ينفعش حد تاني يوصل له قبله. جين بتروح مكان شغلها وبتكون شغالة عاملة سرية وشغالة مع شركة بتقتل مقابل الفلوس. بيكون مطلوب منها تقتل تاجر المخدرات اللي جون هيقتله، فبتطلب معلومات عن تاجر المخدرات ده. وبيكون مكان تسليمه في مكان معين في الصحراء، فبتروح علشان تقتله قبل غيرها من الشركات. جين بتراقب تاجر المخدرات من مكان مهجور في الصحراء، وجون بيوصل في نفس المكان اللي جين فيه وبيدمر لها الأجهزة الخاصة بيها، فبتنزل علشان تقتله وما بتبقاش عارفة إنه جون. وجين بتمسك البندقية وبتضرب عليه نار بس ما بيموتش، فبيفجر في مكانها قنبلة لكنها ما بتموتش، بس بينفجر مكان بعيد عن تاجر المخدرات وبيقدر يهرب وما يتقتلش. بعدين بياخد جون اللابتوب المحروق وبيروح علشان يحاول يصلحه ويعرف مين صاحبه، فبيقدر يعرف اسم المشتري وعنوانه. بيروح يدور على العنوان بيلاقيه عنوان شركة جين، فبيتصل بيها يسألها على ميعاد العشاء، فبتقول له الساعة 7. بيروح وقتها يجري على البيت، فبتشك في جون إنه هو اللي كان موجود، فبتروح على البيت بسرعة. بعدها بيتعشى جون مع جين وبيكون شاكك فيها، فبيحاول يغلطها كذا مرة علشان يعرف هي ولا لا. بعدها بيوقع ازازة الخمر على الارض، فبتمسكها جين بسرعة قبل ما تقع وبعدها بتسيبها تقع، فبيجروا هما الاتنين على جوه بحجة انهم هينضفوا الارض. جون بيجيب مسدس وجين بتركب العربية علشان تهرب، فبيجري وراها جون بيفضل يطاردها لحد ما بتطلع رصاصة منه بالغلط، فبتفتكر جين انه عايز يقتلها. بتدور العربية وبتبقى هتدوسه لكنه بينط على العربية من فوق وبيمسك فيها لحد ما بيقدر يكسر ازاز الشباك وبيدخل جواها، فبتنط جين من العربية وبتسيب جون يقع بالعربية. جون بيروح لإيدي صاحبه يحكي له اللي حصل، فبيقول له إن مراته هي كمان حاولت تقتله قبل كده، بس جون ما بيبقاش قصده على كده. جون بيبقى قصده إن جين من الشركة التانية، فبيتصدم إيدي من اللي سمعه وما بيبقاش عارفين هيعمل إيه. جين بتجيب زمايلها من الشركة علشان تركب كاميرات في البيت علشان تراقب جون وكل تحركاته، وبتفتش البيت علشان تشوف كل اللي كان معاه، فبتاخد كل أسلحته معاها. جون بيروح البيت علشان يدور على أسلحته، فبينزل المخزن ما بيلاقيهاش. بيفرح جون وبيمشي وهو مبسوط. جين بتطلب من زمايلها انهم يدوروا على جون، فبيقولوا لها انه هنا في الشركة. جون بيكلم جين في التليفون وبيهددها انه هيفجر الدور اللي هي فيه. جين بتقول له ان الدور كله متأمن ومش هتعرف تعمل حاجة. جون بيضرب الدور وبينزل يدور على جين، فبتخاف جين هي واللي معاها وبيهربوا. جون بيروح لإيدي صاحبه علشان يبيت معاه، فبيلعبوا سوا بالأسلحة وبيبقوا بيدوروا على جين. جون بيدور على جين وبيقدر انه يوصل لمكانها، فبيكلمها في التليفون وبيتفق معاها انهم يتقابلوا علشان يحلوا مشاكلهم، فبتوافق انها تقعد معاه. بعدين بيقوموا يرقصوا سوا وما بيبقوش واثقين في بعض. بعدين بتسيبه جين وبتمشي. بيركب جون عربيته وبيمشي وراها، بعد كده بيتصل بيها لحد ما بيوقعوا بعض في الكلام. بعدين بيطلعوا على بيتهم، فبيضربوا على بعض نار وبيرموا قنابل، فبتدور بينهم خناقة وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيهدوا وبيدخلوا مع بعض في علاقة. الجيران بيكونوا بلغوا الشرطة وبيفتكروا ان في حاجة، بس بيلاقوا جون وجين بيفتحوا الباب وهم كويسين مع بعض، فجون بيقفل في وشهم الباب. في نفس اللحظة بيكون جون وجين نايمين مع بعض، فبيحصل عليهم ضرب نار. بيقوموا علشان يضربوا نار عليهم، وبعدين بيتفقوا سوا بيهربوا بالعربية، وبتحصل مطاردة بالعربيات، وجون وجين بيفضلوا يزعقوا مع بعض لحد ما بيقدروا يهربوا من ضرب النار. بعد كده جون بيكلم ايدي انهم يتقابلوا، فجون بيقول لايدي انهم حاولوا يقتلوه. ايدي بيقول له طالما انتوا ما بتشتغلوش مع بعض يبقى انتوا اعداء، الشركة مش هتسيبك غير لما تقتلك، وشركتها مش هتسيبها غير لما تقتلها. فبيقرروا انهم ينفذوا العملية اللي فشلوا فيها هما الاتنين، وهي قتل تاجر المخدرات. فبيتعاونوا مع بعض وبيروحوا علشان يقتلوه سوا، لكنهم بينقذوه وبيخلوه يسجل فيديو علشان يكشف الشركات المسؤولة عن قتله ومين المتورط علشان هم يتقبض عليهم، فجون وجين ما يتقتلوش. بعد ما بيصوروا الفيديو بينشروه، فبتهجم عليهم الشركات من كل ناحية وبيبقوا عايزين يقتلوهم، فبيجهزوا سلاح كتير وبيفضلوا يضربوا فيهم لحد ما بيخلصوا عليهم كلهم. بعد كده الدكتور بيقول لجون احساسك ايه اما عرفت ان مراتك شغالة زيك؟
جون قال له بيبقى نفسي أقتلها أوقات، بس علشان بحبها ما بقدرش، بحس بمتعة معاها في الحياة من يوم ما عرفتها. جين قالت إنها ما كانتش متخيلة إنه شغال زيها كده. والدكتور قال لهم عملتوا إيه بعد كل اللي حصل ده؟ جون قال بنينا البيت تاني. الدكتور قال لأي مدى الحياة صعبة بينكم؟ جون قال صعبة شوية، وجين قالت صعبة جدا. بعدها الدكتور قال لهم انتوا أسعد زوجين في العالم عشان لسه مكملين مع بعض بعد كل اللي حصل. وبكده بيكون فيلمنا خلص. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.